بعطيه حق رونالدو على بنا مني. لحظة، اتصال ثاني. يس، شلون احط سبيكر؟ يس. What time we meet? What time? هلو كريستيانو رونالدو. I love you really I love you والله العظيم، والله علي الطلاق. I love you. الإعلامية حليمة بولن تثير جدلا كبيرا بخصوص اتصال كريستيانو رونالدو بها في الفندق بعد أن اعترفت بحبها له. إليكم التفاصيل. أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولن جدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي عقب اتصال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بها بالخطأ ومعاودته الاتصال للقائها بعد تعبيرها عن إعجابها به. وأوضحت حليمة بولن أن لاعب نادي النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اتصل بها مجددا خلال تواجدها بغرفتها في فندق بعد الاتصال الخاطئ الذي تم في المرة الأولى. كما توثق حليمة بولن في مقطع فيديو وهي في طريقها إليه لمقابلته لتتفاجأ باتصال جديد منه. وأعاد كريستيانو الاستفسار عن موعد اللقاء، حيث قالت له حليمة بولن إنه اليوم في صالة الاستقبال بالفندق، وبعدها سألها اللاعب هل ستكون مع أصدقائها، فردت بنعم، ولم يعترض رونالدو ورحب باللقاء. وحسب ما ذكرت الإعلامية، كان رونالدو قد اتصل أول مرة بها على غرفتها داخل فندق عن طريق الخطأ عندما كان يتصل بصديقه، لكنه في المرة الثانية اتصل بها قاصدا لترد عليه مازحة بأن هذه أحلى غلطة بالعالم. وما أثار جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر البعض أن الاتصال مركب أو مفبرك عبر الذكاء الاصطناعي. وردت حليمة بولن على المقطع المنتشر بقولها: خير للموضوع وما راح أعلق مرة ثانية، بس مضطر الحين لأنه وايد كبر الموضوع. بخصوص اللي يقولون ذكاء صناعي، أنا بأسأل شلون ذكاء صناعي يكتب إن المتصل عليه نادي النصر السعودي مثل ما أنتم شايفين هني. خل أقرب، نادي النصر السعودي ورقم السويت 401، التاريخ 4/8/23، التايم مثل ما أنتم شايفين هني، التفاصيل كلها مكتوبة، وهذا كله تليفون فندق مو موبايل. شلون الذكاء الصناعي يحط الدقائق، الوقت، التاريخ، رقم السويت، كل هالتفاصيل. أنا أنتظر من إدارة الفندق كما وعدتني استخراج كافة البيانات للمكالمة وتوضيح الحقائق كاملة. حبايبي، في إشاعة تضحك طالعة، فقلت ما عليه وجي بالرد. قال إن المقطع مفبرك أو في شيء اسمه كاتبين ذكاء صناعي، أنا ما أعرف شنو هو أصلاً. حبايبي، خلوا عنكم الذكاء الصناعي وشغلوا ذكائكم الطبيعي. وركزوا معي باللي بقوله. أولاً ركزوا معي، هل يعقل إن أنا أكون بهالسذاجة وبهالغباء وبهالينون إني أفبرك مقطع مثل هذا، مو بس يحولني للمساءلة القانونية، وإنما باللهجة العامية يقطني ورا الشمس؟ يعني هل أنا مو عارفة العواقب الوخيمة لتصرف غبي نفس هذا؟ هذا أولاً. ثانياً والأهم، الاتصال من غرفة لغرفة بتليفون. ثانياً الاتصال من تليفون الفندق من غرفة لغرفة ومن سويت لسويت، يعني في شهود بالفندق نفسهم، وأكيد عندهم سيستم يبين عندهم منو اتصل على منو من أي غرفة لأي غرفة، ويبين إذا أنا مثلا ما أدري شلون بدق على نفسي من نفس الغرفة، بس إذا خلينا نقول من غرفة مديرة أعمالي لغرفتي ومديرة أعمالي مثلا مغيرة صوتها مسوية كريستيان، أنا ما أدري شنو الذكاء الصناعي اللي تقصدونه، بس هذا كله يبين بالفندق، وأكيد في تحريات وأكيد في شهود وأكيد في كل شيء متسجل ومتوثق. هذا ثانياً. أما ثالثاً والأهم، تصرفي كان بكل عفوية وبساطة. اتصال من كريستيانو رونالدو، كوني أنا واحدة من جماهيره ومن فانزات، استانست فصورت بكل بساطة وعفوية جداً. فكان التسجيل والتصوير لأي واحد أو واحدة
تشوف نجم تحبه واو على طول راح تصور، نفس ما يصير مع جمهوري لما يشوفوني وين ما أمشي مثلا يصوروني من جمهوري الخليجي العربي، فما بالكم بنجم عالمي له جمهور في كل مكان. فأنا كان الموضوع كله بالنسبة لي إنه واو استانست إنه متصل علي فصورت، وكان كله من باب الفكاهة والضحك، وقاعد أقول علي الطلاق إني أحبك، كان كله ضحك وغشمرة على فكرة قاعد أقول له وبس. ولما قلت له بشوفك باللوبي علشان أتصور معاه، ورحت على طول كان عندي مهرجان موسم عسير فيو خذونا على طول ورحنا المهرجان، وهو راح التمرين والعشاء. فهذا كل الموضوع حبايبي شغل ذكائكم